بركاته. معكم الفنان مصطفى القمراني. الحمد لله والشكر لله. فنان صحراوي مغربي. لي الشرف اليوم كنحتفل بن سرقاو بعيد المرأة اللي هو عيد عالمي، ولنا الشرف نكونوا في هذه التظاهرة الجميلة. اللي شفتوا كان واحد التفاعل معنا مع الجماهير حول الأغاني اللي درنا، والأغاني كانت جميلة جدا، ودرنا كلمات على المرأة. وهذه التظاهرة هذه لا يخفى عليكم الجميع على أن المرأة هي الأم، هي كل شيء. وكانوا أغاني وطنية أيضا على السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس أدام الله النصر والعزة والتمكين. كيف في عيد العرش احنا نبغوه، والملك لا نحيوه، وبالدم لا نفدوه، عشا الملك نقولوه. يا ملك المنجزات والمغرب جنة بالذات، بك اللي من الشرفات بيتالي محمد. الله الله يا سيدنا، كلمة زوينة تردد، عشا الملك ملكنا والبيعة تجدد. عيد العرش احنا نبغوه، والملك لا نحيوه، وبالدم لا نفدوه، عاش الملك نقولوه. وكاينه اغنيه كذلك حول اعتراف الامريكان بمغربيه الصحراء، وهذو كامل الكلمات ديالي قلت فيهم فرحتنا عارمه بقرار الامريكان. الصحراء مغربيه راهي من زمان، ربي تنصر سيدنا يا الحي المنان، وتخليهن في الحفظ والامان. هزايم تكرر مرتزقي وخسران، ونغني ونشعر حي الله السلطان. تعالوا نعيشوا في امن وامان، سياده المغرب حكم الذات برهان. وكاين اغاني اخرى مثل الصحراء يا ضوء العينين، من زمانك مغربيه، واللي لا يجيك بشيشين راعي القوه الملكيه. من القويره الى العيون والسماره يا عينيه، واللي باقي منذ المدن فوق رايه مغربيه. صحراوي يعرف معالم، صحراوي يعرف تنميه، راهو يعرف بعد العالم عن صحرتنا مغربيه. قال امير المؤمنين الله ينصروا ذوك الناس المرتزقيه، الوطن غفور رحيم، تحيا الزاد الملكيه. وهذه اغاني كامل انا كنديرهم، وبغيت نقول رساله ونوجهها انه فنان ما كيعطيش الوطن والملك وكيخدم على الجانب اللي هو الدفاع عن الوحده الوطنيه، هذا اعتبره ليس بفنان. الفنان هو اللي يعطي الوطن، هو اللي يضحي من اجل ملكه وبلاده. وهذا هو اللي اخترت نقول. كنشكر الدار على الاستضافه، جزاهم الله خيرا في شخصكم الكريم الاخ الفاضل. وكنتمنى ان شاء الله ان المسيره تكرر مرات. الجديد الفني دائما الجديد الفني انا كنحاول نلعب على اغاني وطنيه. يعني راك عارف كما قلت لك، راه فنان نلقى فيه وطن والخير، ما كاين حتى شي حاجه. كنلعبوا على هذا الجانب الوطني، والجانب الوطني هو ركيزه ودعامه اساسيه للفنان. لان الفنان كما قلت لك قبيل اللي ما كيعطيش الوطن وانا لا اعتبره فنان. هناك اغاني غزاليه ورمضان مقبلين عليه، اغاني على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اشرف البريه. وكاين الجديد والجديد ان شاء الله. هذا الشيء كامل ان شاء الله غادي يكون مع الفنان مصطفى القمراني. في ختام قولي اشكركم بدوري الاخوان الصحفيين وخاصه الدار على هذه الوقت اللي قضينا معكم، ونتمنى نكونوا ضياف خفاف على المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله. هضر لي شويه على التنميه في الصحراء المغربيه. شفنا بزاف ديال الاغاني ديالك كيتكلموا على التنميه. فعلا شوف، بالنسبه للتنميه في الصحراء المغربيه، التنميه تبارك الله ما شاء الله. لا شوف، راه باش نكونوا واضحين، راه سيدنا الله ينصرو راه عاطي اهميه بالغه المملكه المغربيه الشريفه، وعاطيها مولي الاقاليم الجنوبيه للمملكه. شوف مثلا مدينه قلميم، جهه قلميم مودنون تبارك الله كي دايره التنميه فيها. شوف مثلا جهه الساقيه الحمراء، العيون الساقيه الحمراء. شوف مثلا جهه الداخله وادي الذهب. يعني هناك قفزه نوعيه. الناس كانت كتشد علينا واحد النظره خايبه، يقولوا الصحراوي تاكل غير في شي خيمه ولا. حنا تبارك الله راه كنعموا بالامن والامان، وتبارك الله كاين ما يتشاف. الصحراء ولات كتضاهي مدن كبرى في المملكه المغربيه الشريفه. هذا شفتوه، وربما اي واحد داز وشاف الصحراء المغربيه هذه لقى شحال ديال المسائل. هذا من كيرجع لسيدنا الله ينصرو، كيرجع للتعليمات ديال سيدنا اللي عاطي هذه الاهميه. وهذا، والسلام عليكم وشكرا لكم على الاستماع.